السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة استاد بداريجة، القناة اللي كتجيب لكم جديد الملاعب والبنيات التحتية الرياضية في المغرب بطريقة بسيطة مفهومة وديما بداريجة. اليوم جيناكم بإخبار زوين من الرباط، وبالضبط من ملعب الأمير مولاي عبد الله اللي كيتواجد في حالة جديدة استعدادا لكأس إفريقيا 2025 وحتى الكأس العالم 2030 إن شاء الله. فهاد الأيام كتعرف أرضية الملعب أشغال كبيرة ومتواصلة، بحيث سالاو خدامة من تركيب شبكة مصارف المياه واللي كتسمح بتصريف سريع لمياه الشتاء وكتحافظ على جودة الأرضية كيف ما كانت الظروف. ودابا بدات المرحلة الموالية اللي هي تسوية الأرضية بالرمل المعالج باش يتهيأ الأساس اللي غادي يتزرع فيه العشب الطبيعي الجديد، واحد النوع اللي كيتماشى مع المعايير الدولية ديال الكاف والفيفا. الطاقم التقني اللي خدام في المشروع كيعتمد على وسائل حديثة وتقنيات متطورة، والهدف هو تجهيز أرضية احترافية ترقى للمواعيد الكروية الكبرى اللي جايين. والمشروع ماشي غير تهيئة عادية، بل كيدخل في إطار رؤية وطنية شاملة كتهدف لتأهيل البنية الرياضية ديال المغرب باش يكون حاضر بقوة على الساحة القارية والعالمية. وقبل ما نساليو، إلى عجبكم هاد النوع من المحتوى ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة ديالنا استاد بدارجة، وخليوا لينا تعاليقكم شنو رايكم في هاد الأشغال، وواش المغرب غادي يكون واجد ينظم بحال هاد التظاهرات الكبرى. نتلاقاو قريب إن شاء الله في حلقة جديدة على قناة استاد بدارجة. بسلامة وديما مغرب.